هقولك النهاردة على سر هيغير حياتك للأفضل والأحسن والأجمل. هيوسع رزقك، هيهدي أطفالك، هيهدي زوجك، هينورلك حياتك، هينورلك دنيتك وهينورلك آخرتك. هيخلي كده حياتك فيها روح إيجابية، فيها طاقة إيجابية كده، وفيها روحانيات ربانية. تعالوا بينا أقولكوا ايه السر ده. السر ده هو الصلاة. الصلاة، اوعي تكوني ما بتصليش، اوعي تعدي يومك كده وتنامي على مخدتك بالليل وانتي ما صلتيش ولا فرض، او انت ما صليتش ولا فرض في يومك خالص. الصلاة ديت عماد الدين، اساس الدين كده. هي الحاجة اللي بتخلي حياتك كده منورة، بتخليكي عندك طاقة كده. عندك هم صلي، عندك حزن صلي، عندك ضيق صلي، مريضة صلي، عندك اي حاجة، زوجك مزعلك صلي وادعي له، اولادك مزهقينك صلي وادعي لهم، عندك كرب صلي وادعي، حد ظلمك صلي وادعي. الصلاة ديت جميلة جدا جدا، يعني حاجة كده ربنا فرضها علينا عشان يخفف عننا كده، عشان يخفف عننا هموم الدنيا. بقول لك يا عبدي كده، تعالى ما بين ايدي 5 مرات في اليوم، اطلب اللي انت عايزه، اللي انت عايزه اطلبه، وانا هستجيبه ليك. ان ما استجبتوش ليك النهارده هستجيبه ليك بكره، هستجيبه ليك بقى. انا عايزك تقف ما بين ايدي كده، يعني 5 مرات في اليوم. تخيلوا كده ربنا بيطلب منك تقف ما بين ايده كده 5 مرات في اليوم. تخيلي كده لو انت حد دعاكي، وزير، رئيس، حد كده شأنه عالي في الدنيا، بيدعيك ان انت تروحي له 5 مرات في اليوم، قد إيه انت هتبقى مبسوطة وفرحانة. ما بالك بقى برب العباد بيدعيك ان انت تقفي ما بين ايده 5 كده مرات في اليوم. بيطهرك من كل خطاياك، بيطهرك من كل ذنوبك. بقولك تعالي تعالي شوفي انت عايزه ايه اطلبيه. عايزه مال اطلبي، عايزه ولد اطلبي، عايزه رزق اطلبي، عايزه هدايا اطلبي، عايزه اي حاجه اطلبي وانت ساجده وما بين ايده كده. لان اقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد. فتقربي من ربنا، تقربي من ربنا بالنوافل، تقربي من ربنا بالسنن، تقربي من ربنا بالطاعات، بحب الله، بحب الصلاة، بحب القرآن. تقربي من ربنا، لان الدنيا ديت ما تسويش عند ربنا خرم إبرة. الدنيا ديت اللي احنا ضايعين فيها وتايهين فيها ديت ما تسويش عند ربنا كده خرم إبرة. اوعي تكوني غافلة عن الصلاة، اوعي يكون زوجك غافل عن الصلاة وانت ساكتة كده وبتتفرجي عليه وهو بدمر دنيته واخرته. لا، ما بقولكيش زعقي معايا، لا طبعا، كلميه بالحسنى. ربنا بيقول، قال لسيدنا محمد: وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده كان بيقول كده لسيدنا النبي، ما بالك عبد العبد. فياريت كده لما تيجي تقولي حاجة لحد او عايزة توصلي معلومة لحد، توصلها له كده باللين بالحسنى. انت ليه ما بتصليش؟ لازم تصلي عشان ربنا يبارك لنا في مالنا وفي اولادنا، ونكون مع بعض كده في الدنيا كده زوجين، ونكون كمان مع بعض في الآخرة زوجين بإذن الله. نكون مع بعض كده في الجنة ونتمتع كده بنعيم الجنة. صدقيني هايلين، مرة هيكسل ومرة هيصلي، مرة هيكسل ومرة هيصلي، بس مع الوقت ومع استمرارك عليه وزنك عليه، قوم كده تعالى نتوضى وتصلي بينا جماعة. صدقيني هيتشجع وهيتحرج، بالذات لما توضي أولادك كده وتتوضي وتقفي قدامه وتفرشوا له المصليات وتقولوا له قوم صلي بينا جماعة. صدقيني هيقوم، ولو رفض مرة مش هيرفض التانية. احرجيه، احرجيه مرة واتنين وتلاتة قدام أطفاله هيقوموا. كمان لو عندك شاب كده ابنك ما بيصليش، ما تقوليش خلاص انا زهقت فيه، لا طبعا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عارفين ابنك وبنتك ديت هيقفوا قدام ربنا في يوم من الايام، اللي هو يوم العرض على ربنا كده، يوم الحشر، وهيقولوا له: يا رب، يا رب خد حقنا من امنا وابونا، لانهم معلموناش دينك، معلموناش يعني ايه صلاة، معلموناش يعني ايه عبادة، معلموناش قراءة القرآن. لانك طبعا انت هتسألي على تربية ابنك، لانه كان في رعايتك وهو صغير، وانت اللي اهملت فيه لحد ما كبر وبقى شاب. وهيبقى اب فاشل على فكرة، لانك انت معلمتهوش من صغره اساسيات الدين، معلمتهوش الصلاة والصيام والعبادة والذكر والحاجات دي كلها. الحاجات ديت أساسيات من أساسيات كده الدين، اللي لازم نبني عليها أطفالنا علشان لما يكبروا يعرفوا يكونوا شباب ناجحة، أبهات ناجحة، أمهات ناجحة. ما تسيبيش بنتك المتبرجة وتقولي تعيش حياتها، لأ طبعا. تسألي عليها يوم الحساب هترد تقولي ربنا ايه؟ هترد تقولي ربنا كنت بسيبها تعيش حياتها؟ لا والله، هتتحرجي تقولوا له كده. فعلميها من دلوقتي، وعلميه من دلوقتي، علميه يعني ايه صلاة،
علميه اول ما الاذان يدن كده قولوا له قوم اتوضى وانزل المسجد، قوم اتوضى وانزل المسجد. ولو ابوه قاعد قولوا له قوم اتوضى وخد ولد ابنك معاك وانزل المسجد صلوا في المسجد. صدقيني هتفرحي جدا 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 بالحصاد اللي انت هتحصديه، لانك اللي انت بتزرعيه هتحصديه. زرعتي خير في اولادك هتحصدي خير، وزرعتي تبرج وزرعتي اهمال وزرعتي قلة صلاة وزرعتي قلة عبادة، زرعتي الحاجات دي كلها هتحصديه. هتحصدي ولد فاشل، هتحصدي بنت فاشلة، لا عارفين ينفعوا نفسهم ولا عارفين بعد كده ان شاء الله ينفعوا اولادهم ولا ازواجهم. فياريت لو انت ما بتصليش كده اول ما تسمعي الاذان روحي اتوضي وصلي، استعيذي بالله كده من الشيطان الرجيم، واول ما تسمعي الاذان اتوضي وصلي. سمعت الظهر كده اتوضي وصلي، سمعت العصر اتوضي وصلي، سمعت المغرب كده اتوضي وصلي، والعشاء. وطبعا صلاة الفجر ديت صلاة جميلة قوي الكل غفلان عنها، صلاة بتمحو الذنوب، بتفرج الكروب، يعني صلاة كده ربنا جعلها في الوقت ده عشان يميز عبيده. هتقولي لي ازاي يميز عبيده؟ عشان يميز اللي عنده ايمان، لان مفيش حد بيصحى لصلاة الفجر دي بالذات غير اللي قلبه نضيف، غير اللي حياته كده نضيفة، غير اللي ربنا بيختاره. محدش بيقوم غير اللي ربنا بيختاره كده يقوم يصلي الفجر. عارفة لو انت بتصليش الفجر اعرفي ان انت وراكي ذنوب كتيرة قوي، ان ربنا زعلان منك بجد. اللي ما بيصليش الفجر ده يعرف ان ربنا زعلان منه، لكن لو انت بتصحي لصلاة الفجر اعرفي ان ربنا كده حبك. هتقولي لي ربنا حبك؟ هقولك ايوه ربنا حبك، عشان كده بيقيمك في الوقت ده وميزك في الوقت ده عن غيرك ان انت تقومي كده وتصلي في الوقت ده، او ميزك ان انت تقوم وتخرج من بيتك في الوقت ده. اذا كنا بقى في الحر في السقعة في الشتاء وتخرج في الوقت ده تصلي جماعة كده في الوقت ده، الا ان ربنا بيحبك وربنا ميزك. لان صلاة الفجر ديت ربنا قال ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من النوم، خير من كل حاجة. فعشان كده بقول لكم ربنا بيميز اللي بيصحوا لصلاة الفجر دول، لان بيبقى عارف ان هم من جوه نضاف، عارف ان هم عايزين الجنة، هم بيسعوا للجنة، هم عايزين الجنة، بيقوموا في الوقت ده علشان الجنة. فربنا بيزيدهم ايمان فوق ايمانهم علشان يقوموا في الوقت ده. والله بقى على الركعتين اللي قبل صلاة الفجر دول، ركعتين دول بيزولوا الهموم. ادعي كده فيهم قول يا رب، يا رب انا عايزه الجنه، يا رب اهديلي اطفالي، يا رب اهديلي زوجي اللي زوجها بقى مزعلها كده وحماتها مزعلاها والدنيا مزعلاها كده، تصلي ركعتين اللي قبل صلاه الفجر دول. والله بقى لو قمت كده حوالي الساعه 2 2:30 كده او 3 او قبل الفجر مثلا بساعه وصلتي 3 4 5 ركعات كده اللي هم بتوع قيام الليل، الله كده تعيشي كده مع ربنا في الوقت ده، في الوقت اللي بيكون الكون كله نايم، وانت كده اللي قايمه تقفي ما بين ايد حبيبك وتطلبي اللي انت عايزاه. اعملي مقارنه كده ما بين بيت كل الافراد اللي فيه بيصلوا، بصي على احوالهم جوه البيت عامله ازاي، وهاتي بيت تاني او شوفي بيت تاني مفيش حد فيه بيصلي خالص، لا الاب بيصلي ولا الام بتصلي ولا الاولاد بتصلي ولا حد خالص بيصلي فيه، وشوفي احوالهم جوه عامله ازاي. هتلاقي البيت اللي كلهم فيه بيصلوا ده هتلاقيه فيه بركة كده وفيه طاقة ايجابية وفيه روح حلوة. اما البيت اللي هو مفيش فيه حد بيصلي ده خالص، او العيلة اللي مفيش حد فيها بيصلي ده خالص، بتلاقيهم كده ماشيين في الخسارة، تلاقيهم يكون قدامهم الخير كده ويمشوا كده في طريق تاني. ليه؟ هم ما بيبقى على عيونهم غشاوة، مفيش بركة. حاكم سبحان الله كده انت بتقفي قدام ربنا بتعملي ايه؟ بتسبحي وبتقرأي قرآن وبتستغفري يعني فيها حاجات كتير، الصلاة دي شاملة حاجات كتير، فبتزيد يومك كده بركة. كفاية ان انت بتخلصي كده وتقعدي تسبحي في اذكار كده بعد الصلاة بتقعدي تقوليها، بتحسي كده ان في بيتك طاقة ايجابيه كده وحياتك منوره. ربنا هيديلك اطفالك، ربنا هيهديلك زوجك، هتلاقي الحياة حلوة كده وسلسة، وربنا بيدلك على طريق الخير. ولو في مثلا طريق غلط ربنا بيبعدك عنه كده وبيبعدك عنه وبيوصل لك امورك وبيوسع لك رزقك وبيهدلك حالك كده يعني وبيهدلك حياتك. اما البيت اللي ما فيش حد بيصلي ده خالص بتلاقيه كله مشاكل كله خناقات،
مفيش فيه بركة. ليه؟ لان مفيش في حد بيصلي. فلو انت ما بتصليش، جربي كده تصلي وشوفي حياتك هتتغير ازاي. حياتك هتتغير كده للأحسن للأفضل. صلي قبل ما يجي اليوم اللي يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. صلي قبل ما يجي اليوم اللي لا ينفع فيه مال ولا بنون. صلي قبل ما يجي اليوم اللي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وخلي في بالك دايما ان لا يبارك الله في عمل يلهي عن الصلاة. لو انت في شغلك ربنا مش هيبارك لك فيه، ولو انت بتعملي اكل ربنا مش هيبارك لك فيه، ولو انت في الوقت ده بتعملي اي حاجة وترك الصلاة صدقيني ربنا مش هيبارك لك فيها. فوقي من الغفلة اللي انت فيها، وفوق من الغفلة اللي انت فيها، وصلوا. صلوا وارجعوا لربنا، وخليها كده اول خطوة ليكي في بداية قربك لربنا هي الصلاة. والصلاة دي هيجيب من بعده حاجات كتيرة. ليه؟ لما تروحي تصلي كده ويكون الشيخ في الجامع صوته كده جميل، وصوته كده عذب كده، وبيقرأ القرآن بصوت حلو كده، هتلاقيكي تهتي كده في جمال آيات الله، في جمال نعم الله، وهتلاقيكي كده حاسة ان انتي طايرة كده في السماء. وطبعا بيبقى فيه دروس للنساء وللرجال كده في المسجد. يا ريت تروحي كده تجربي كده يوم هناك، هتلاقي نفسك مقصرة جدا جدا. هتحسي ان انت قاعدة زعلانة كده من نفسك على الكلام اللي بيتقال وانت مش بتعمليه، فهتفوقي صدقيني هتفوقي. مش عارفة ان انت تروحي او معاكي اطفال او مش جنبك مسجد من اللي بيدوا الدروس ديت، هاتي دروس من على الجوجل او من على اليوتيوب، واعرفي دينك، واعرفي نبيك، واعرفي ايه واجباتك وايه الحاجات اللي ربنا نهاكي عنها. وفي نهاية الفيديو اتمنى لكم تفوزوا بسعادة الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، اللهم امين، انا وانتم وجميع المسلمين يا رب العالمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.